جدا ما نسيبش الاكل من غير تقليب. يعني مش كل انواع الاير فراير فيها الايد اللي بتقلب تلقائي، لا دي انواع قليله. ففي الاغلب اغلب الانواع الاير فراير محتاجين جدا نكون بنقلب الاكل. لو انا حاطه كميه كبيره من البطاطس او من الفراخ، عنده نص الوقت مهم جدا اكون بقلبه. التقليب ده بيخلي الاكل يتحمر ويستوي من كل الجوانب. فحته مهمه جدا، عنده نص الوقت انا محتاجه اقلب اي حاجه موجوده في الاير فراير، وده هيديني نتيجه احسن في التسويه وفي القرمشه في نفس الوقت. في تركه مهمه جدا ان احنا نسخن الاير فراير الاول زي الفرن العادي. انا لو سخنت الاير فراير دقيقه او 2 قبل ما احط الاكل، ده بيديني نتيجه في تسويه اسرع، وبيخلي الهواء بيتوزع في الاير فراير بشكل حلو، وده بيكون بيساعد على ان الاكل يستوي بشكل متساوي